إزاي تخلي حبيبتك مش قادرة تنسى طيفك وتفكر فيك دايما. في الفيديو ده هكشف لك 5 طرق نفسية قوية هتخليك في عقلها وقلبها، مش بس كده لكن هتخليها تعيش في عالمك الخاص. كل طريقة فيهم مبنية على علم ودراسات حقيقية، وصدقني مش هتلاقي نصايح زي دي في أي مكان تاني. لو عايز تكون الرقم 1 في حياتها تابع معايا للنهاية، لأن السر هيتكشف دلوقتي. أول حاجة، التشويق الغامض أو mystery tease. أنت بتحب تخليها متحمسة دايما؟ استخدم التشويق في كلامك. لو عندك مفاجأة أو حاجة صغيرة ناوي تعملها، متقولش كل حاجة مرة واحدة. كلمها بكلمات بسيطة لكنها غامضة، زي مثلا استني لما تشوفي إيه اللي مخبيه، أو في سر هقولك عليه قريب. الكلام ده بيشغل عقلها وبيخليها دايما متحمسة عشان تعرف إيه اللي جاي. تاني حاجة، قوة التكرار الخفي أو the power of subtle repetition. في حاجة بسيطة اسمها التكرار الخفي، وده بيأثر على العقل الباطن بطريقة سحرية. مثلا لو في كلمة أو فكرة أو نكتة معينة بتضحكها دايما، حاول تكررها بشكل غير مباشر. ده بيخلي عقلها يربط بينك وبين اللحظات السعيدة دي من غير ما تاخد بالها. التكرار البسيط ده بيخلق روابط قوية في عقلها وبيخليها ترتبط بيك أكتر وأكتر حتى من غير ما تعرف ليه. تالت حاجة، فن الحضور الصامت أو silent presence. الحضور القوي مش دايما معناه إنك تكون بتتكلم كتير أو بتعمل حاجات صاخبة. أوقات كتير الهدوء بيعمل شغل رهيب. تواجدك معاها بهدوء من غير ما تبين إنك محتاج حاجة منها بيديها إحساس قوي بالأمان. لما تبقى موجود لكنها مش حاسة بأي ضغط من ناحيتك، ده بيخليها تتساءل إيه اللي بيدور في باله، ويبقى عندها فضول ليك. صدقني الحضور الصامت له جاذبية سحرية. رابع حاجة، الانطباعات السريعة المتغيرة أو Rapid Impression Shifts. ما تخليش نفسك متوقع جدا. حاول تكون زي كتاب مفتوح على صفحات مختلفة. مرة كون جدي، مرة تانية كون مرح. بعدين اتكلم بعمق وذكاء. خليها تحس إنك شخص متعدد الأوجه. كل لما تديها انطباع جديد عقلها هيبدأ يرتبط بيك أكتر، عشان مش قادرة تحطك في خانة واحدة. خلي العلاقة دايما متجددة، وصدقني ده هيخليها مجذوبة ليك أكتر. خامس حاجة، خلق لحظات سحرية غير متوقعة أو creating unexpected magical moments. أوقات كتير مش محتاج إنك تعمل حاجات كبيرة عشان تسيب أثر. اللمسات الصغيرة هي اللي بتفرق. مثلا ممكن تفاجئها برسالة لطيفة في وقت غير متوقع، أو تديها حاجة بسيطة لكن لها معنى عميق. الحاجات البسيطة دي بتخلي العقل الباطن يرتبط بيك بشكل أعمق. خلي عندك القدرة دايما على خلق لحظات سحرية ومفاجآت صغيرة، ودي بتعمل سحرها وبتخليها دايما حاسة إن علاقتكم مميزة عن غيرها. الفيديو ده كان عن طرق غير تقليدية عشان تسيطر على عقل وقلب حبيبتك. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبتكم الأفكار دي اعملوا لايك وشير، واستنوني في فيديوهات جديدة. ودلوقتي قولولي في التعليقات إيه أكتر طريقة عجبتكم.